ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واخيرا بقى جيت لكم فيديو جديد. ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش كده اللايك الحلو ازيك، وكمان تشتركي في القناه علشان كل حاجه بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. وبرده يا بنات لو بتشوفوا الفيديو ده على بيج الفيسبوك ما تنسوش برده المتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا بقى نشوف ايه فيديو النهارده، خليكم معايا. في البداية كده عاوزة اقول لكم كل عام وانتم بخير، وخلاص بقى كده العيد على الابواب. وخلاص للاسف الشديد رمضان احنا خلاص كده بقينا في الاواخر بيخلص، وكلها ايام وايام بقى العيد تيجي والفرحة والسعادة والتجهيزات بقى بتاعتنا وطقوس العيد. والعيد طبعا في مصر حاجة تانية، فابتدينا كده بمشتريات بقى النواعم العيد بقى والكعك والبسكوت والقرص والحاجات دي كلها. فيلا بينا نشوف جبنا ايه مع بعض ونستفاد ونعرف الاسعار والموضوع يكلف كام وكده. وبرده ان شاء الله انتظروا بقى مني كده سلسلة من فيديوهات بقى نواعم العيد وطريقتها وتفاصيلها وتركاتها وكل ده. فزي ما انتم شايفين في البداية كده بوريكم حاجات القرص. انا جبت 3 كيلو دقيق واربع علب زبادي وكيس لبن، وطبعا كيلو الا ربع سمنة. فدي حاجات القرص بتاعتنا. زائد بقى الخميرة، كيس الخميرة. وطبعا علشان هما 3 كيلو فكل كيلو بياخد كيس خميرة. زائد كان تقريبا برضو احتاجنا سكر. فتشوفوا معايا بقى في العجن وطريقة عمل القرص الطرية والمنين احتاجنا قد بالظبط سكر والطريقة ازاي وكده. للأمانة انا بس اشتريت الحاجات وساعدت فقط لا غير، واللي عمل بقى كل نواعم العيد بقى اللي تخطر على بالكم هي اختي. ربنا يا رب يبارك لنا فيها وما يحرمني منها ابدا، ويجعلها كده دايما سند ودعم ليا. فجبت كمان السمسم، وبيجي معانا حوايج القراص وريحة السمنة البلدي، وبرده كيس بيكنج باودر. وجبت برضو عجوة، وجبت ملبن، وكيسين سمسم كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم ان كل كيلو ليه كيس خميرة فورية. وبصوا الملبن زي ما انتم شايفين قطع زي كده، والعجوة برضو بتكون قالب على بعضه. فجبت نص عجوة ونص ملبن. عشان طبعا انا مش بحب السكريات كتير علشان دروسي الحمد لله على كل حال. وبرضه زوجي مش بيحب الحاجات المسكرة، فقلت نجيب الحاجة وسط وكده فعشان ما نكترش. فطبعا العجوة والملبن دوت بيطرى وكده. فبيسيح بطريقة معينة، هقول لكم برضو الطريقة ازاي بعد كده. فطبعا يا بنات دي كده الحاجات بتاعه القرص. 3 كيلو قرص. طبعا انا عملت 2 طريه، وعملت كيلو منين سواء بقى بالعجوه او الملبن. ما كلفوش جامد. هو بس الحوايج 3 كيلو دي تقريبا عملوا 210 او 135. انا مش فاكره بالظبط الاسعار عشان اتلخبطت ما بينهم وبين حاجات تانية. لكن الموضوع كله كلفني على بعضه البسكوت 3 كيلو بسكوت و3 كيلو قرص وكيلو بدفور وكيلو كحك. 4 حاجات كلفوني 925. او جبت معاهم حاجة تانية هبقى اقول لكم عليها في اخر الفيديو. فالموضوع كله كلف 1025 جنيه بس ما شاء الله اللهم بارك. عمل معايا كمية كبيرة جدا جدا جدا، والحاجة طلعت حلوة اللهم بارك وفيها بركة وكتيرة، وتقعد معايا كتير قوي. وكمان فرقت منها وهتقعد معايا مش العيد بس، ده العيد والعيد والعيد فالحمد لله على كل حال. قضيت الحمد لله. بصوا بقى يلا بينا نشوف حاجات البسكوت ومقادير وكده. فجبنا 3 كيلو دقيق و15 بيضة، وجبنا كيلو الا ربع زبدة فيرن، وكمان جبنا كيلو الا ربع سكر بودر، وجبنا الحوايج والريحة بتاعت البسكوت والنشادر، وجبنا كمان حطينا معاه وجبنا كيس لبن. ومن الحوايج كمان بتاعة البسكوت اللي هو ريحة الموز والبيكنج باودر، وكمان اللي هو النشادر في الاول زي ما انا قلت لكم. وكمان في حاجات كده بتبقى روايح بقى البسكوت وكده اللي هي مثلا زي ريحة الموز. وممكن احنا كمان
نخلي فيه ريحة برتقان، نازلة فانيليا جديدة كده بريحة البرتقان جميلة يعني. فبرضو اختي ربنا يبارك لها جربتها في البسكوت، طلع طعمه حلو جدا جدا بالنشادر والبرتقان، فكان جميل تسلم ايديها. ويلا بينا بقى نعرف مقادير الكحك، خليكم معايا. طبعا جبت كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده، وهنحتاج كمان برضو حواجي الكحك اللي هو كيس بيكنج باودر والسمسم، وطبعا ريحة الكحك وكمان فانيليا سايلة وكده او بودرة، وريحة كحك وريحة سمنة بلدي. ودوت تقريبا كان نص كيلو سمنة بلدي او ربع، مش فاكرة بالظبط، او يمكن نص كيلو، انا مش فاكرة، لا اما نص او ربع. والسمسم بس. ودول بقى كده مقادير البيديفور. جبت كيلو دقيق طبعا، واربع بيضات زي ما انتم شايفين كده، وحواجي البيديفور. وطبعا لو انتوا هتعملوه مثلا نص ساده ونص بالعجوه، فجبت يعني جبت اللي هو الكاكاو الخام، ليه اسم كده معين بس نسيته، لو هعرفه اقوله لكم في الفيديو الجاي وهو بيتعمل. وجبت كده بقى الحاجات اللي احنا هنشكل بيها، زي مثلا ربع مربى. وجبت فدي مكونات البيديفور زي ما انتوا شفتوا كده. وكمان احتاجنا كيس بيكنج باودر، ومعاه برضو الفانيليا السايله والحاجات دي كلها والحاجات بتاعه ريحه البيديفور والكلام ده، وريحه السمنه البلدي. وكمان جبت بقى شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا، فطبعا بيتفكوا بعد كده ويسيحوا، ونزين بيهم برضو البيديفور. بيبقى جزء معمول ابيض وجزء معمول بني، فبيدي بقى شكل في التزيين. وهتشوفوا بقى معايا النتيجة النهائية بعد كده. وده كان ربع كيلو سمنة فيرن، وده كان ربع كيلو، وده كان ربع كيلو زبدة فيرن، وده كده نص كيلو سمنة. فدي المقادير بتاعة البيديفور. وان شاء الله انتظروا بقى سلسله بقى من الفيديوهات بتاعه طريقه عمل النواعم بتاعه العيد، سواء بقى قرص طريه او منين بالعجوه او الملبن، او بسكوت، او بسكوت بقى نشادر، بسكوت برتقان، بسكوت ساده، ايا كان، او البيديفور والكحك وكده، سواء بقى كحك ساده او كحك برضه بالملبن او العجوه. ودي كده كان كل المكونات معانا. والموضوع كله زي ما انا قلت لكم كلف يا بنات 1025 جنيه، بالحاجه اللي انا جبتها ملهاش علاقه بالموضوع خالص، هتشوفوها معايا اخر الفيديو. بس الحاجه بسم الله ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي قوي قوي، وطعم وريحه ونظافه، يعني طعم بصوا خيال كده والله، طعمه في حته تانية. و طعمه ملهاش مثيل يعني، بجد تسلم ايدين اختي ربنا يبارك لي فيها. ومرات اخويا برضو ساعدتنا. و يعني بجد اوقات كتيرة قوي يعني مرات الاخ بتبقى زي الاخت ويمكن اكتر. نادرا لما بنقول مفيش حاجة اسمها مرات اخويا زي اختي والكلام ده كله. هو ممكن يبقى العكس، مفيش مثلا اخت زوج يبقى تبقى زي اختي، لكن الا من رحم ربي سواء الاتنين بيبقوا فعلا زي الاخوات واحسن. فربنا يا رب يديم المعروف ما بينا، وما يقطع عادة علينا، ونعمل كده كل سنة، وتبقى يعني نتلم كده ودايما متجمعين في الخير يا رب. واخيرا بقى يا بنات، دي الحاجه اللي انا جبتها. وانا بقى من عشاق الملوخيه جدا جدا جدا، الملوخيه الناشفه بالذات. فاول ما لقيتها قدامي كده وريحتها مفحفحه ولونها جميل وزاهي وبيشد، فجبت منها كيلو بدون اي تردد. والكيلو يا بنات كان عامل 80 جنيه، فجبته وقلت مفيش مشكله. او تقريبا الكيلو عمل 60 ولا 80. اه والكيلو يا بنات كان عامل 60 جنيه. فقلت مفيش مشكلة يعني تبقى كويسة وخلاص. هو تقريبا لا اما عامل 60 او 80 علشان انا مش فاكرة بالظبط. بس بجد ريحتها حلوة وجميلة ولونها وكده. وان شاء الله بقى اما نجرب ونشوف الطعم هيبقى هل نفس الشكل ولا الطعم مختلف. بس انا يعني حاسة ان هي تبقى حلوة ان شاء الله. وده كده يا بنات كان فيديو النهاردة، ودي الحاجات اللي انا جبتها والمقادير المطلوبة لل 3 كيلو بسكوت و3 كيلو قرص، منهم 2 طري ومنهم كيلو منين سواء بالعجوة او الملبن، وكمان كيلو كحك، كيلو بلوفور. وكل سنة وانتم طيبين. واستنوا بقى سلسلة بقى من فيديوهات طريقة النواعم للعيد وكده. وربنا يا رب ما يقطع عادة علينا.
ودي بقى يا بنات اشكال فرماسيه بتاع البيديفور للتزيين وكده بكل بقى انواعها واشكالها، فقلت اوريها لكم علشان تاخدوا ايه فكره وتستفادوا وتعرفوا الالوان والاشكال بتكون ازاي وكده. وبرضو ايه تاخدوا فكره ايه اللي انتوا مثلا تحبوه، ايه الالوان اللي تحبوها. على فكره ينفع تاخدوا تشكيله من الوان كتير قوي ب20 او ب30 يعني عادي جدا، وهيقضوا الغرض وهيزينوا معاكم وهيفيد كمان. آه وده يا بنات كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه، ولو استفدتم فعلا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واستنوا فيديو جديد. سلام.